الشيخ سليمان الرحيلي فقيه المدينة ومحدثها، شيخنا وحبيبنا، إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ الذي نحبه ونحب شروحاته، تتلمذنا وتربينا على يد شروحاته، تعلمنا الصلاة على شرحه لكتاب كيفية الصلاة ولكتاب الصلاة، تعلمنا منه الكثير والكثير، تأسسنا على عقيدة سلفية صادقة صحيحة على يد هذا الشيخ وعلى يد أمثاله. اليوم يصحى المرء ويرى حملة هجوم عشوائية على الشيخ سليمان الرحيلي بسبب أنه تكلم عن الخوارج. طيب، ألستم أنتم تقولون بأنكم أهل السنة والجماعة؟ لماذا يؤذيكم ذكر الخوارج؟ ولم يذكر فئة ولم يذكر منطقة ولم يذكر انتصار ولم يذكر، بل والله دائما، وهذا ظننا بالشيخ، أنه لا يرى راية للرافضة تسقط أو راية للخوارج تسقط إلا يفرح بانتصار أهل السنة والجماعة. جميعنا والله نفرح ونبتهج ونسعد بسقوط راية الرافضة في أي بلاد وتحت أي سماء وفي أي أرض. ثم أنتم تتألمون، تتحسسون، تتوجعون. لماذا؟ لأنه ذكر سيرة الخوارج. أليس هؤلاء الخوارج هم أحفاد من قتل عثمان بن عفان، وهم أحفاد ذو الخويصرة، هم أحفاد من اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدالته؟ هل أنتم أحفادهم؟ تقولون لا. إذن لماذا تتحسسون من ذكر الخوارج؟ قاتل الله الخوارج، قاتل الله الخوارج، قاتل الله الخوارج. بكرة تجي تقولوا لي حزين على سقوط دولتي. أنتم هم كلما ظهر لكم قرن سيقطع، فإما أن تكونوا على السنة الحقيقية أو لا تتحسسوا من ذكر الخوارج وقولوا نحن خوارج. ما المشكلة؟